قشطة الحلويات هنعملها في البيت بطريقة سهلة جدا، وهقولك ايه المكون اللي بيخليها كريمية قوي كده، وهقولك كمان ازاي تحفظيها لو انت مش هتستعمليها في نفس اليوم اللي هتعمليها فيه، وهقولك كمان ايه هي طريقة حفظها الصحيحة، وهقولك كمان ايه يعني بعد ما بتشيلها في التلاجة ازاي تخليها ترجعيها كريمية تاني بعد ما بتبقى متكتلة، وهقولك كمان في الفيديو ده آه سر تسويتها الصحيحة. فتابعوا معايا الفيديو للنهاية عشان تعرفوا التفاصيل وتشوفوا القشطة الكدابة او القشطة الحلويات دي معمولة ازاي بطريقة سهلة وبسيطة وتنجح معاكي من اول مرة. لو انتي اول مرة تدخلي المطبخ واول مرة تعملي قشطة الحلويات هتنجح معاكي من اول مرة وهتبقى كريمية كده، والكل هيسألك انتي ازاي عاملة القشطة دي. القشطة دي مش ممكن تكون الا تكون جاهزة، مش هيصدقوا ابدا اللي انتي اللي عاملاها في البيت. تابعي معايا الفيديو للاخر وشوفي المقادير والتفاصيل. يلا بينا نبدأ الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحي القيوم. نبدأ ونقول المقادير. المقادير هتكون معايا طبعا دي نسبة وتناسب، يعني ايه؟ يعني حسب الرغبة اللي انت عايزة تعملي بيها كمية القشطة. تمام. بس انا لصينية حلويات مثلا كنت صينية كنافة او جلاش انا هعمل الكمية الموجودة قدامك دلوقتي. انا عندي هنا 3 كوبايات حليب، تمام، اللي هي كوباية ل 250 ملي. تمام كده. تمام. 3 كوبايات حليب. هحط عليهم ايه؟ هحط عليهم 3 معالق نشا كبار. انا هحط هنا لكل كوبايه حليب معلقه نشا كبيره ومعلقه دقيق كبيره، يبقى انا هحط 3 معالق نشا كبار، 3 معالق دقيق كبار. هو هنا المكون اللي بيخلي المادة القشطة تبقى كريمية معايا هو الدقيق، يعني لازم ننصص الدقيق والنشا مع بعض قد بعض ونحطهم في الوصفة علشان يدينا القوام الكريمي اللي انت بقى مش بيبقوا عارفين هو جاي كده كريمي قوي وقشطي قوي كده من ايه. فهو المكون ده هو الدقيق. يبقى هنحط 3 معالق نشا 3 معالق دقيق، يعني كل كوباية لبن او كل كوبايه حليب بتاخد معلقه واحده نشا ومعلقه واحده دقيق. هنرفعهم على النار وهنحط كمان 3 معالق سكر وهنرفعهم على النار. بعد ما ينزلوا من على النار هنحط لكل معلقه حليب هنحط معلقه زبده. تمام. هنحط معلقه زبده وهي سخنه كده هنحط 3 معالق زبده وهنقلبهم كويس قوي مع القشطه، هيدوبوا بسرعه لان ايه القشطه لسه سخنه. بعد كده يا جماعه انا حطيتها بقى في كيس، انا هصبها وهي سخنة كده في بولة ازاز او في علبة تلاجة ايا كان بقى اللي انت عايزاه. وهتحفظيها في التلاجة ازاي؟ يعني انت ممكن من يوم ل3 ايام تحفظيها في التلاجة مش هيحصل لها اي حاجة. طيب بالنسبة بقى دلوقتي انا حفظتها في التلاجة، آه هطلعها من التلاجة عشان استعملها. هحط عليها معلقة كريم شانتيه. اول ما تطلع من التلاجة احط عليها معلقه كريم شانتيه وبالمضرب السلك او بالمضرب الكهرباء واديها ضربتين 3 كده هتطلع معاكي قشطيه جدا 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 والطعم روعه وخرافي. تمام. يبقى هنحط ايه؟ معلقه كريم شانتيه. معلقه الكريم شانتيه مش هنحطها دلوقتي، احنا المفروض نحط معلقه كريم شانتيه بس احنا مش هنحطها دلوقتي، احنا هنشيلها في التلاجة ولما نيجي نستعملها نطلعها، بس مش هتقعد اكتر من 3 ايام يا جماعه، ولو في الحر هتبقى اقل من 3 ايام كمان. تمام. هنطلعها وهنحط عليها وهي ساقعة معلقة الكريم شانتيه، وبعد كده هنضربها بالمضرب الكهرباء او بالمضرب السلك العادي، بس هياخد معانا وقت شوية نضربها كده جامد قوي. وبعد كده نبدأ نستعملها للحلويات زي ما احنا عايزين. هي دي الطريقة الصحيحة لعمل القشطة الحلويات في البيت او القشطة الكدابة زي ما بيقولوا. لازم نحط عليها كيس بلاستيك كده واحنا بنشيلها في التلاجة علشان ما يعملش وشها قشرة. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.